ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لك على تريكايه حلوه ممكن تساعدك وتسهل عليك كتير لو انت لسه في البدايه. يعني لو انت عندك مثلا قسم زي الارتكل مثلا كده، وانت حابب ان انت تعمل له ريسبونسيف، تمام، والقسم ده الاكواد بتاعته طويله شويه، مثلا عندك السي اس اس بتاعه طويل، او السي اس اس عموما عندك طويل، والموضوع ده يعني سبيشال في السي اس اس. فانت عندك مثلا فايل عامل فيه ريسبونسيف، فبتعمل اوبن تو سايت، بيجيلك التو فايلز جنب بعض كده علشان تقدر تظبطهم بشكل كويس. فبتقدر تعمل الميديا كويري بتاعك بكل سهولة. خلينا كده نجرب حاجة بسيطة كده، تعالى نعملهم. عملنا الكومنت بتاعنا، وبعدين مثلا انت ممكن علشان تسهل على نفسك بتعمل الميديا كويري بتاعتك. ماكس ويتس 990 بكسل، تفتح الكيرلي براكتس بتاعتك على طول. بقى انت ممكن تاخد مثلا الجزء اللي انت عايز تعمله ريسبونسيف، مثلا انت عايز الجريد بتاعك يكون 2 1 اف ار، فانت الارتكلز ممكن تعملها على طول وتفتح الكيرلي براكتس بقى وتشتغل، او ممكن انت تاخد الجزء ده كله كوبي اصلا بكل سهولة. بص، وبعدين تعدل عليه. احنا مش عايزين الديسبلاي فليكس موجودة اصلا، ومش عايزين الجاب عشان بس الكلين كود. وعندنا ريبيت، بدل ريبيت 3 1 اف ار احنا هنخلي 2 بكل سهولة. مش عارفة العلامة اللي ظاهرة لي دي 1 اف ار. فطبق معانا الريسبونسيف بتاعنا اهو عادي من غير اي مشاكل، بسرعة جدا اصلا. ففي حاجات بتسهل عليك كده، كل ما اقابل حاجه تسهل عليك هنزلها لك واشاركها معاك علشان تبقى ايه الامور سهله بالنسبه لك. حتى لما فتحنا الارتكل بتاعنا لقينا انه كمان ريسبونسيف، احنا كنا عاملين ريسبونسيف اصلا للارتكل، تمام، كل حاجه متظبطه. طبعا لسه في طبعا تعديلات كتيره هنعملها، وبالله مش عايزه اشوف التعليق بتاع خلي الاي اي يعمله لك، لان ساعات انت بتكون اسرع من الاي اي نفسه والله.